مما جاء في القرآن الكريم من مراعاة المشاعر وحسن الخلق العظيم من يوسف عليه السلام. تأمل معي في قصة يوسف وما أصابه فيها من مصائب عظيمة، وسبب ذلك كله هو إخوته الذين حسدوه ثم ألقوه في غيابة الجب، ثم تتابعت عليه المصائب من بيعه عبدا رقيقا، ثم مراودة امرأة العزيز له، ثم دخوله السجن، إلى أن أكرمه الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف فأصبح عزيز مصر. يوسف عليه السلام ذا خلق عظيم، لم يحمل حقدا ولا غلا ولا حقدا ولا حسدا على إخوته الذين تسببوا فيما تسببوا فيه. انظر حينما أتوه وعرفوه لم يجرح مشاعرهم ولم يثرب عليهم ولم يعاتبهم، وإنما قال حينما قال أخرجني من السجن، انظر قال أخرجني من السجن، لم يقل أخرجني من الجب لأنهم هم الذين ألقوه في الجب، لكن قال أخرجني من السجن. وأيضا حينما قال في آخر المطاف قال وجاء بكم من البدو، لم يقل جاء بكم من الفقر لأنهم كانوا في حال فقر فجاء بهم حتى يغتنوا عنده، فقال وجاء بكم من البدو أي من البادية، ذلك المكان الذي كنتم فيه، وهذا فيه عظيم مراعاة لمشاعرهم. أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي علينا أن نقتدي بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم